السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض صفحة 11 و12 من كتاب كونكت من الأضواء إنجليزي الصف السادس الترم الثاني، صفحة 11 و12 الدرس الأولاني. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لك listen and circle the correct answer from A B C or D. نمبر 1 بيقول لك we have many، احنا عندنا العديد نقط in Egypt في مصر. احنا عندنا ايه العديد من مصر في مصر؟ هتقول له artifacts اللي هي الآثار. خلاص. طيب the climate اللي هو المناخ in Egypt في مصر is بيكون ايه؟ هتقول له hot and dry، حار وجاف. طيب ancient Egyptian المصريين القدماء used استخدموا، هتقول له الجرانيت، في الجرانيت to build عشان يبنوا the pyramids الأهرامات. رقم 4 they used هم بيستخدموا gold الذهب because لأنه it's available بيكون قيم and durable ومتين، متين وقوي. طيب نيجي للسؤال الثاني choose the correct answer. نمبر 1 بيقول لك my dad والدي is an، هتقول له tour guide بيكون مرشد سياحي. he works with tourists هو بيعمل مع السياح. رقم 2 this necklace اللي هو هذا العقد is made of gold بيكون مصنوع من الذهب. it's very هتقول له valuable إنه قيم جدا. طيب رقم 3 we keep fruits احنا بنبقى أو بنحفظ فروتس الفواكه فريش طازجة باي ايه؟ هتقول له بريسيفر اللي هو بنحفظهم في التلاجة. بريسيرف اهو يا شباب، بريسيرف ان احنا نحفظها في التلاجة. طيب زي يوز هم بيستخدموا a lot of gold بيستخدموا الكثير من الذهب ان هم استخدموا الكثير من الذهب in توت عنخ آمون تومب في مقبرة توت عنخ آمون. The ancient Egyptian المصريين القدماء used clay كان بيستخدموا الطين to make boots عشان يصنعوا منه الأواني أو الأوعية، الإناء أو الوعاء. طيب when you cover عندما أنت بتغطي الارتفاكتس الآثار in gold الآثار لما بتبقى متغطية بالذهب أو مطلية بالذهب you keep them أنت كده بتجعلهم in good إيه؟ هتقول له good condition في حالة أو في ظروف جيدة. there are many artifacts بيوجد العديد من الآثار in the إيه؟ هتقول له in the museum في المتحف of ancient history في متحف التاريخ. طيب يا بطل بيقول لك هنا we discovered احنا اكتشفنا a lot of tombs الكثير من المقابر in the valley of the king. يلا يا شباب بيقول لك هنا read and complete the text with the words in the box. number 1 هنا اقرأ وكمل النص بالكلمات الموضوعة بالبوكس. روم يعني غرفة، سيلفر فضة، ارتفاكتس آثار، توي يعني لعبة. بيقول لك لاست سمر الصيف اللي فات أو الصيف الماضي we went to a museum احنا ذهبنا لمتحف in the city في المدينة. there were so many interesting كان يوجد العديد من interested ايه؟ الحاجات الشيقة. هتقول له ايه؟ هتقول له هنا الغرف الشيقة ولا الارتفاكتس الآثار الشيقة؟ هتقول له متحف يبقى آثار، يبقى artifacts ايه؟ هتقول له interesting artifacts اللي هي الآثار الشيقة. my brother أخويا and I وأنا were walking around when كنا نتمشى مع بعض كده when we found احنا وجدنا a room غرفة that had lot of animal مليئة بالعديد من الحيوانات وستاتيوس اللي هي التماثيل because animal لأن الحيوانات were very important كانت هامة in their culture الحيوانات كانت هامة عندهم في ثقافة المصريين القدماء يعني. first في البداية we saw different statues احنا وجدنا تماثيل مختلفة in gold من الذهب and silver والفضة then we saw احنا وبعد ذلك احنا شاهدنا some in clay بعضهم من الطين، بعض التماثيل من الطين and stone من الحجر and granite من الجرانيت ايضا. كده يبقى طرحنا صفحة 11 ننتقل لصفحة 13. ما تنسوش حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. نقول بقى هنا في السؤال choose the correct answer. number 1 بيقول لك هنا تقول the pyramids الأهرامات were built بنيت with granite بالجرانيت. the underlined word الكلمة اللي تحتها خط كلمة durable يعني متين أو قوي، مين بتعني hard يعني صلب. طب هنا بيقول لك answer the following question why did the ancient Egyptian اللي المصريين القدماء like to use gold كانوا بيحبوا ان هم يستخدموا الذهب. هتقول له بص اجابه السؤال الثالث انا كاتبه لك على 3 فوق اهي، السطر الثاني من اول because it available لانه قيم but it's also durable وقوي ومتين. because it's available لانه قيم but لكن it's also durable وكمان هو متين. طيب what did they cover their artifacts with كانوا بيغطوا الآثار بتاعتهم بإيه؟ هتقول له بالجولد بالذهب. Where could the ancient Egyptian find clay يعني أين كان بيجد المصريين القدماء الطين؟ كانوا بيجدوا الطين فين؟ هتقول له
close بالقرب close to the river Nile بالقرب من نهر النيل. انا حطيت لك رقم 5 اهي عليها. يلا شباب هنا في الترتيب بيقول لك رتب عشان تكون كلمات عشان تكون جملة. هيقول له هو هتقول هنا اول حاجة why do we ليه احنا have بنمتلك many artifacts العديد من الآثار. ليه احنا عندنا آثار كتيرة. رقم 2 هتقول له the pyramids اللي هي الأهرامات are made of مصنوعة من جرانيت. طيب رقم 3 هتقول له we have a hot dry احنا عندنا مناخ حار وجاف climate in Egypt في مصر. ancient Egyptian المصريين القدماء هتقول له cover كانوا بيغطوا الارتفكتس طبعا cover artifacts الآثار in gold بالذهب. في البنك تويت بيقول لك هنا مستر طارق is our guide today. مستر طارق بيكون مرشدنا اليوم. طبعا طارق هنا تي هتحطها كابيتال وتحط نقطة في نهاية الجملة. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حنا صفحة 11 و12 من كتاب كونكتيجن من الأضواء إنجليزي الصف السادس. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حالة التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.